هو بن شرقي رايح الاهلي فعلا؟ انا زيك بالظبط، بفتح التليفون بشوف الاخبار، لقيت في اخبار كتير جدا بتربط ما بين بن شرقي وما بين النادي الاهلي. الواحد مستغرب، الراجل خلاص كان اشاعات كتير جدا بتتكلم، واخبار يا سيدي بلاش اشاعات بتتكلم انه خلاص رايح نادي الزمالك. ايه اللي هيخليه دلوقتي يغير الدفع ويروح للنادي الاهلي؟ تعالى بقى اقول لك القصه من اولها. لو تقول لي كواحد اهلاوي مين اكتر لعيب كنت انت بتخاف منه، هقول لك طبعا بن شرقي. ليه بن شرقي؟ اولا عايزين نستعرض مع بعض ارقام بن شرقي مع نادي الزمالك لما كان بيلعب معاه. لعب 111 مباراه، مسجل 43 هدف وصانع 27. طيب مع الوداد لعب 35 ماتش، مسجل 8 وصانع 7. عايز اقول لك انه كسب 5 بطولات مع نادي الزمالك مهمين جدا، ده غير طبعا دوري ابطال افريقيا اللي كسبه في 2017 مع نادي الوداد، واللي برضه كان مساهم بشكل كبير جدا في النادي الوداد يحصده من النادي الاهلي. يعني في طار قديم ما بينهم. طيب هل الاهلي فعلا محتاج اللاعب ده؟ الصراحه انت مش بس هتحرم النادي الزمالك من واحد زي ده شخصيته في الملعب قويه وحريف وشويت وكوير كده باللغه بتاعت الشارع عندنا، هتاخد لعيب عنده شخصيه في الملعب صعب جدا ان انت تلاقيها تاني. لعيب معجون كوره. انت مثلا عندك مين في المركز ده في النادي الاهلي؟ يعني نقوله التاني، سيبك من الاول، سيبك بقى من قصه الروتيشن اللي بيحصل واي حاجه. مثلا عبد القادر، هل انت تعتمد عليه في مباريات كبيره؟ ما اعتقدش خالص. فواحد زي اشرف بن شرقي بالارقام اللي انت سمعتها اللي فاتت هيفيد النادي الاهلي جدا، خصوصا لما تعرف ان عبد القادر على خلافات مع مارسيل كولر، ده حسب اللي اتقال يعني قبل كده وحسب المشاكل، مش انا اللي بقول خالص. وبالتالي لعيب زي ده انا متاكد ان مارسيل كولر هيعرف يطلع منه احسن ما عنده. الصفقه دلوقتي 62% للاهلي على اعتبار ان كلام ترانسفير ماركت صح. امبارح كانت النسبه حاجه و50% لنادي الزمالك، والله اعلم كمان شويه هتبقى ايه، والله اعلم. التصريحات والقصه بتاعت الامور تحدث ومش عارف ايه والقصص اللي انت عارفها دي هترسى على ايه في الاخر. في النهايه انا حبيت بس اقول لك رايي في اللعيب ده. هل هو مكسب للنادي الاهلي؟ طبعا. هل هو مكسب لمنظومه الاهلي الحاليه؟ بالتاكيد. ولكن مش عايزك تنسى ان المنظومه دلوقتي كويسه، بن شرقي لما هيجي هيخليها كويسه اكتر، ده لو فعلا راح النادي الاهلي. اما لو انت بقى بتشجع نادي الزمالك فالكلام ده هيبقى ليه. ده اهم لعيب مفروض يروح لنادي الزمالك، اولا لانه كسب مع نادي الزمالك 5 بطولات زي ما قلت لك، و5 بطولات مهمين جدا، حرفيا كان شايل الفريق على كتفه مع زيزو لما يعني كانوا موجودين مع بعض في نادي الزمالك، اللي تقريبا برضو زيزو ممكن يمشي على فكره، دي اخبار مش حلوه. وبالتالي رجوعه هيقوي المنظومه بتاعت نادي الزمالك، خصوصا ان انت هيبقى عندك لعيب بالشخصيه دي، لعيب بتلاقيه في المباريات الكبيره، وبالتالي انت محتاجه جدا الموسم الجاي، سواء على الصعيد الافريقي اللي انت هتشارك فيه كونفدراليه، او يا عالم ايه اللي هيحصل لو انت شاركت فيها ولا لا، او على المستوى المحلي. فرق كتير كان كعبك عليها عالي بسبب اللعيب ده، منها الاهلي نفسه في اكتر من موقع. بس دي كده كل القصه، والله اعلم الساعات اللي جايه هترسى على ايه. اتمنى لو حضرتك اول مره تشوفنا اشتراك ولايك حلوين، اما لو ضيعت لك وقتك بعتذر لك جدا. شكرا لكم على متابعتكم، والقاكم ان شاء الله في فيديو قادم. سلام.